السلام عليكم شباب، شلونكم؟ إن شاء الله زينين وإن شاء الله تكونون بخير. اليوم رجعت لكم مقطع جديد وبحلقة جديدة، بس اليوم مقطعنا أو حلقتنا مو مثل ما تتوقعون، مو مثل ما تعرفون إنه تحدي، لا. ممكن يعني تحدي نسوي أو ردة فعل أو هاي، لا، كل هذا مختلف. اليوم راح أتكلم أني وياكم فقط، وراح أحكي لكم عن بدايتي اللي انتهت بشهرين ورجعتي. في اليوم راح أحكي لكم عن بدايتي وعن رجعتي وشنو محضر لكم للمحتوى القادم إن شاء الله. وهسه قبل لا نبلش بالمقطع لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، ويلا خلي نبلش بالمقطع. طبعا كلكم تعرفوني، أني مو كلكم، شنو هي كلكم، ويعني انتوا عندي تعرفوني، أنا حيدر عمار. بديت بصناعة المحتوى يوم 16/4/2025. نزلت أول مقطع إلي، وتحديدا قبل شهرين نزلت أول مقطع، وراها نزلت ثاني مقطع، نزلت ثالث مقطع والأخير اللي تقريبا هم هو كان قبل شهرين. والدور ورا هذا المقطع ولا مقطع نزلت ولا مقطع صورت. تركت اليوتيوب مو للأبد، ولكن تركته، هم مو للأبد ولكن تركته، فتركت اليوتيوب. وهل اكو اشياء راح تقولولي يعني ليش تركت اليوتيوب؟ هسه راح اعطيكم الاسباب. اول شي مثل ما تعرفون، انت اذا تريد تحقق حلمك او اذا تريد توصل لهدف معين الك، لازم تسوي المطالب. زين هسه اقول لكم شنو مطالب صناعة المحتوى. يعني صانع المحتوى شنو يريد حتى يطلع المحتوى بأفضل شي، حتى يعني يجيب هو مشاهد، يوصل لحلمه مثل ما نقول. شنو هذا المتطلبات اللي يحتاجهن؟ أول شي طبعا يحتاج التصوير. طبعا أنا مثل ما تشوفون تصويري كان زين، لا كنت كلها بزاوية واحدة بنفس المكان، كله بنفس الشي، فكان تصويره أني ما راضي بيه، فانتو شلون ترضون بيه؟ فكان سيء. نجي ثاني شي، صانع المحتوى شي يحتاج مونتاجي زين، لا، فأنا هم ما راضي مونتاجي، فعفت صناعة المحتوى. لا، خلينا نجي نكمل بالبداية والدور نقول ليش مونتاج مو زين، أنا ما راضي عليه، فأنتو شلون راح ترضون عليه؟ صانع المحتوى يريد مونتاج، يريد لقطات، هيك شي يريد، فمونتاجي سيء. نجي الثالث شي، صانع المحتوى ما يريد مثل الشي أوكي، يريد فكرة متنوعة، فكرة غريبة، فكرة جديدة المشاهد يريد. فصانع المحتوى إذا أنت صانع محتوى لازم تطبق الفكر أو يعني تسوي أشياء جديدة. فأني مكاني واحد، كل واحد مثل الشي، مثل المونتاج كله مثل الشي، ماكو أي شي. فهنا أني قعدت وفكرت، لا حتى ما أكذب عليكم، بس قعدت قلت أنا مو صانع محتوى. راح تقول شلون؟ من ناحية التصوير أنا سيء، من ناحية المونتاج أنا سيء، من ناحية الفكر أنا مو سيء، ممكن شوي عندي فكرة ولكن هم سيء لأن ما نطبقها. يعني إيش أسوأ شي شفته بصناعة المحتوى للتعاجز. أنا كان أكو لقطات ببالي مرات من أمنتج، بعدين هاي اللقطة أتعاجز أسويها بالمونتاج، فأعوفها أقول يلا عادي، عندي فكر، يعني أشوفها هي متعبة، بس هو لازم تتعب حتى توصل لحلمك، حتى توصل لهدفك، حتى توصل للشي اللي انت تريده، حتى تنجح بالمستقبل. فلازم تتعب انت مو فلازم انت تتعب يعني تحاول تتعب نفسك اكثر واكثر. كل ما تقول تعبت، لا، تعب نفسك اكثر حتى توصل لهدفك. فانا كنت ما اتعب نفسي، حتى احكي لكم الصدق ما اتعب نفسي، كنت اصور تصوير هيك عادي مثل المكان كله عادي، ماكو متعة. مقطع اوكي فكرته زينة بس تنفيذه كلش بايخ اصلا، فما كان عندي اي شي اقدر اسوي. هنا انا قلت ها هي قدام اني راح اترك اليوتيوب، ولكن ما راح اتركه للابد. ليش؟ انا تقريبا هن الشهرين اللي قطعت بيهن
يا بهذن الشهرين اللي أنا قطعت عليكم بيها، هنا أنا إيش سويت؟ راح تقولوا لي أنت إيش سويت بهذن الشهرين قطعت علينا بيهن، واللي ما نزلت ولا مقطع وما صورت ولا مقطع راح أقول لكم. أول شي بهذن الشهرين قطعت بيهن طورت أشياء، مو شي، أشياء هواي من ناحيتي، من ناحية كل شي. راح تقولوا لي شنو هذين الأشياء؟ أول شي راح تشوفون إن شاء الله بالمحتوى القادم راح تشوفون التصوير بنوعية جدا جدا جميلة، يعني راح تشوفون المقطع بأرقى نوعية وبأرقى شي وبأرقى دقة، يعني 4K، يعني راح تشوفون المقطع وتستمتعون بيه من ناحية التصوير. ثاني شي راح تشوفون المقطع من ناحية المونتاج تاريخي، يعني من ناحية المونتاج مقطع مونتاجه راح يكون كبير عظيم، مونتاج تاريخي من ناحية كل شي. من ناحية مكان التصوير ما راح تشوفون لاطش مكان واحد اللي كان حايط بورايا، لا ما راح تشوفون، راح أغير، راح أجيب أفكار تحتاج ممكن أطلع، فراح أغير مكان التصوير. راح يشوفون ثالث شي الصوت اللي هو اشتريت بيه مايك. طبعا المايك أهم شي أساسي، وأنا كان ما عندي أصلا مايك من كنت أصور، ما كان عندي مايك واشتريت مايك. وشغلة هم مهمة وحلوة هي اللي طورتني وأنا شفتها طبعا قلت خلي أنا إذا أريد أطور روحي لازم أشتري هاي الشغلة، وانتو كلكم تعرفوها، وإن شاء الله بنهاية المقطع راح أراويكم إياها الشغلة. تشويقية مرة تشويقية، فقلت لازم أطور روحي بهذين الناحيات. إذا أنت تريد تصانع محتوى لازم تطور روحك. أنت مثل ما تبقى تجي هسه مثلا السلام عليكم شباب شلونكم، هاي يعني هنا حتى ممكن الطفل الصغير هم ما راح يشوفك، انت عندك فكرة وعندك شي ممكن تريد تنفذه وكل شي الأمور عندك، ولكن ما عندك لا تصوير لا مكان تصوير لا صوت لا مونتاج، كلها ما عندك، فقط الفكرة عندك وانت صورتها، بس تصويرك راح يكون تعبان، مونتاجك مو حلو، صوتك مو حلو، يعني أقصد صوتك اللي هو مايك بالمايك راح صوتك يترتب، كل شي راح يصير زين. فهذا الشي هو راح يطورني للأكثر وللأكثر. وطبعا إن شاء الله بعد تقريبا يومين يعني راح ينزل لكم هذا المقطع، راح ينزل لكم هذا المقطع تقريبا ورا لعبة الهلال. طبعا هسه أنا قاعد أصور هذا المقطع بداية كأس العالم للأندية قبل يوم، يعني اليوم راح نشوف الافتتاحية بالليل. اوكي راح نشوف الافتتاحية بين الانتر ميامي والاهلي المصري السعودي والاهلي المصري، راح نشوف اليوم الافتتاحية. فاني بهذا اليوم قبل هذا المقطع ما صوره مصور لكم توقعات كأس العالم للأندية المتأهلين. فهذا المقطع اللي لسه قاعد تشوفه راح ينزل قبل التوقعات. انا زين صورته قبل، يعني ريال مدريد راح يلعب يوم الأربعاء، هذا المقطع راح ينزل يجوز يوم الخميس، يوم الخميس راح ينزل هذا المقطع. توقعاتي يجوز يوم السبت، ما أدري بعدني، ولكن أنا ثبتت جدول القناة، ثبتت يمتى أصور يمتى أنزل المقاطع يمتى ثبتت، ولكن ما أريد أحرق عليكم هذه الأشياء حتى تقدروا تعرفوها وتشوفوها. وهسه مو هسه أراويكم المفاجأة اللي قلت لكم بيها، ممكن أراويكم إياها وممكن ما أراويكمها. لا طبعا أراويكم إذا أنت منتظر هاي اللحظة، طبعا أراويك إياها، بس إذا أنت طالع من هاي المهم هسه لا طولت عليكم بايخات. المهم طبعا أريد أقول لكم شغلة مهمة جدا، وهي هاي الشغلة راح تكون انسوا الماضي مالتي. طبعا انسوا ماضي، ابدوا، خلينا نبدأ صفحة جديدة من هذا المقطع تحديدا. راح نبدأ صفحة جديدة عن قناتي، أنا ما راح أسوي قناة جديدة، ولكن هاي مثل قناتي، ولكن انسوا كل هذاك الماضي، ابدوا بماضي جديد. أوكي ما أريد بعد أطول عليكم. طبعا أنتوا حتى إذا راح تلاحظون حتى صورة المقطع هم يا صورة المقطع
صورة القناة عفوا، صورة القناة هم راح تشوفوها متغيرة لأن قلت لكم راح أبدي بداية جديدة، راح أبدي صفحة جديدة، راح أبدي بصناعة المحتوى شي جديد من العراق، راح أبدي بيه إن شاء الله إلى العالم، راح أني أبدي بيه. فهسه خلي نراويكم المفاجأة. مو مفاجأة، مو مفاجأة، شو نقول، يعني هو الشي اللي راح يطورني وراح تشوفون شي جديد من حيدر عمار، وشي قلت لكم العوف الماضي ونبدي بشي جديد. قدر طولت عليكم لكن هسه يعني يلا خلي نروح لهذا الشي. وإذا واصل لحد الآن حباب لايك واشتراك، حباب ترجيتك فلايك واشتراك، وخلي نروح. والله تعبت، شنو هذا ما أدري شنو، المهم يلا خلي نروح للمفاجأة اللي قلت لكم بيها.